قبل بس مبدأ النقاش، يعني بعض الألعاب البهلوانية قد تتسبب في الفتن الطائفية. يعني صباح يوم الخميس تلقينا عدة تليفونات إن المسيحيين في الفيوم تلقوا تهديدات بالقتل إذا ذهبوا إلى قداس عيد الميلاد. حالة فزع، وفي النهاية اتضحت أن المسألة هزار. أحد المسيحيين هو الذي أطلق هذه التهديدات من خلال تليفونه. تحولت القضية إلى قضية أمن دولة وحققت فيها النيابة بالفعل. معايا الأستاذ صلاح شهاب من الفيوم. أستاذ صلاح، أهلا بيك. أهلا، مساء الخير يا زويل، ومساء الخير على ضيوفك الكرام. مساء الخير يا أستاذ صلاح. صلاح، أنا حبيت أبدأ بس لأنه الحقيقة يعني ما بعد المأساة وما بعد المذبحة نجد أحيانا ألعابا بهلوانية سواء على النت أو في الحياة التقليدية. يعني البعض ربما يتكسب من المآسي والمذابح أو أنه يتسلى عليها ويشعل فتنا طائفية. إيه اللي حصل في الفيوم؟ يعني حكاية التهديدات بالقتل التي وجهت إلى بعض المسيحيين. هو والله يا زويل اللي حصل عندنا في الفيوم شيء لا يستهان به. فوجئنا ان في ولد من عندنا اسمه ابراهام مكرم، من الاخوه المسيحيين عندنا، ولد محترم واسرته كريمه ومعاشرنا، وجينا فوجئنا ان جاله تهديد بالتليفون: انت يا ابراهام يوم الخميس ده يبقى يوم اسود عليك وعلى اسرتك. وتم التهديد له. كان ابراهام ووالده بتحرير محضر في اسم شرطه. التهديد كان نصه ايه؟ واللي بيهدد يعني حتى يكون جادا وحتى يبدو جادا عملوا في شكل وكأنه بيان من بيانات تنظيم القاعدة يعني. ده قال له احنا من اتباع محمد. هو ابراهام لما سأله قال له مين معايا؟ قال له احنا من اتباع محمد. احنا من اتباع محمد. على اساس ان اتباع محمد دول قتله وسفك الدماء، واحنا بنعمل كل حاجه على الارض كمسلمين. وقال له اذا ذهبتم الى عيد الميلاد هقتلكم يعني. هو كان بتهديده. تم تهديده. وتحريات المباحث اسفرت والجديه اسفرت ان المدعو سمير يوسف معوض سمعان هو صاحب الرقم وهو اللي بيهدده، واكتشف ان هو مسيحي مثله. وتم عرض الجميع على النيابه. واحنا ما بنسمعش حاجه زي دي، ان انت كمسيحي تهدد اخوك المسيحي وتقول احنا من اتباع محمد. احنا كلنا وطن واحد واهل واحد وناس واحد. ما انا قلت انها يعني سواء كانت العابا بهلوانيه لاشعال الفتنه الطائفيه او محاوله من البعض لاشعال الفتنه الطائفيه بالفعل، يعني ممكن يكون مش هزار. هو فعلا هو كده بيشعل الفتنه الطائفيه. طيب رقم القضيه كام؟ لانه انا عايز ابين بس ان الهزار ده تحول الى قضيه امن دوله، يعني عشان الناس. معاليك، هو رقم القضيه 84 لسنه 2011 اداري في شوايه. في شوايه الفيوم. في شوايه محافظه الفيوم. محافظه الفيوم. والنيابه حققت بالفعل في القضيه. معاليك، تم القبض على المتهم وتم عرضه على النيابه. طيب استاذ صلاح شهاب المحامي، الف شكر. شكرا.